10 ايام على نهايه سوق الانتقالات. اخبار كتير الايام اللي فاتت، مشكله تيدي اوكو، الانتهاء من التعاقد مع محمد اسماعيل واحمد ربيع، وايه الجديد؟ مبدئيا كده الزمالك باتمام الاتفاق بالتعاقد مع محمد اسماعيل مدافع زد واحمد ربيع لعيب نص ملعب بتاع البنك الاهلي. يبقى كده احنا عملنا 8 صفقات بشكل رسمي في موسم الانتقالات الحالي. المهدي سليمان حارس المرمى، محمد اسماعيل المدافع، احمد ربيع لعيب رقم 6، شيكو بنزا الجناح الشمال، ادم قايد الجناح الشمال، عبد الحميد معالي اللعيب المغربي اللي تحت السن اللي بيلعب جناح يمين وبيلعب لعيب رقم 10، والاثنين فراوده بتوع فاركو احمد شريف وعمرو ناصر، مع علما يعني بان احمد شريف ممكن يلعب جناح وعمرو ناصر ممكن يلعب لعيب 10. رقم 1. 2. مشكله الجناح الفرنسي تيدي اوكو. بعد ما الزمالك كان اتفق معاه على كل حاجه، الولد غير رايه وغالبا جاله عرض بفلوس اكتر في السعوديه، فقرر ان هو يطنشنا ويتوكل على الله. في الظروف العاديه اللي احنا متعودين عليها في الزمالك كان شكرا كده خلاص لعيب طار منك وانتهينا. لكن الكلام اللي خارج الايام اللي فاتت بيقول ان الوضع اصبح مختلف في الزمالك. الراجل جون ادوارد عامل شغله كويس، عامل العقد الثلاثي ما بين الزمالك وما بين النادي وما بين اللاعب، وبالتالي كل الكلام اللي بيتقال بيقول ان الراجل مش هيقدر ينتقل لاي نادي تاني غير بعد موافقة الزمالك، وبالتالي الزمالك يقدر يطلع مستفيد بشكل او باخر من الصفقة اللي هي اصلا ما تمتش بشكل نهائي. شيء محترم بيأكد ان الراجل شغال شغل مؤسسي محترم، مش شغل عشوائي زي زمان. طيب عظيم، ايه الجديد؟ هل الزمالك كده خلاص قفل سوق الانتقالات بتاعته؟ الاكيد انه لا، ان على الاقل في خلال الايام اللي جايه كل المصادر الصحفيه الموثوقه بتاكد ان الزمالك مش هيدخل الموسم الجديد غير وهو مخلص صفقه باك يمين احتياطي لعمر جابر، سواء لاعب محلي او لاعب اجنبي تحت السن، والصفقه الاهم وهي صفقه الجناح اليمين الاجنبي الاساسي، خصوصا بعد فشل صفقه تيدي اوكو. الناس تطمن وتصبر، الوقت اللي جاي مش كتير، لكن الراجل مخلص اموره، الراجل عامل حسابه في كل مركز على خطه A و B و C، فلو باظت منه خطه هو اوريدي شغال من فتره طويله على بدايل في كل مركز. طب الناس بتتكلم هل احنا هندخل من غير راس حربه جديد؟ الحقيقه ممكن. لو احنا ما عرفناش نسوق سيف الدين الجزيري ونطلعه بره عشان نقدر ندخل راس حربة اجنبي، على الاقل هنكمل لغايه يناير بالوضع الحالي لرؤوس الحربة. احنا عندنا ناصر منسي، عندنا احمد شريف، عندنا عمرو ناصر، وعندنا سيف الجزيري نفسه لو ما مشاش. وبالتالي في صفقتين جداد ان شاء الله غير الثمانيه اللي عملناهم، باك يمين وجناح يمين، وده اقل تقدير، وعلى اقصى تقدير على حسب بقى اللعيبه اللي هنقدر نطلعها، سواء ان احنا نخلص في حامد حمدان ودونجا يطلع، نخلص في جناح يمين محلي يبقى احتياطي للراجل الاجنبي اللي هيجي، واخيرا الامل الكبير بان سيف الجزيري يطلع ونقدر ندخل راس حربة اجنبي. فخير ان شاء الله، خلينا متفائلين، احنا شغالين بشكل جيد، مش مبهر للطموحات الكبيره اللي ممكن تبقى عند الجماهير، لكن اصلا الطبيعي انك عارف كزملكاوي مشاكلك ووضعك عامل ازاي، وبالتالي سقف طموحك ما يطلعش لفوق.